أكثر من 20 رجلا عرضوا بناتهم لتتزوج إحداهن. يعرض بناتهم على التبع اليمني بدلا من عرضها عليه. لكن التبع يريد الجليلة بالذات، وأنا أحب الجليلة بالذات. اسمع يا ابن عباد، وحق ما آمنت به العرب، لن يأخذ التبع اليماني الجليلة ما دامت يدي قادرة على أن تمسك مقبض سيف. أهذا جوابك لهم؟ هذا جوابي، ولو اضطررت لقتال التبع اليمني والملك الكندي والملك الحميري وحدي. لن تكون وحدك يا ابن ربيعة، سمعتها يا وائل؟ لن تكون وحدك. كيف لا أكون وحدي يا ابن عباد؟ وأنا أراهم يرحلون قبل بدء القتال. من سيكون معي؟ أنا. نعم أنا، ولو ناصرتك وحدي يا وائل. وما معنى ما كنت تقوله منذ قليل؟ كنت أنقل كلاما كلفت بنقله. صدقني يا وائل، لست أكثر مني إحساسا بالذل والمهانة.